اليوم هنتعلم نستغل قشور اليوسفي، نعمل معطر للمطبخ والحمام. هنا خدنا القشور حطيناها في قلب حلة كده، وحطينا عليها مية وسبناها تغلي مع بعضها كده لغاية لما القشور دابت كده. وخدناها بعد المية بردت شوية، ضربناها في الخلاط وجبناها تاني اهو. مستمرين في التقليب بس الشوكة. شوفوها بقى بعد ما تنضف معايا. هنا جبت بواقي اللي كان موجود في الخلاط كده بشوية مية وجبتها. اهو نستمر في التقليب. اهو كل شوية نبص عليه ونقلب شوية. مقولكوش بقى على ريحة المطبخ بقى ايه. هنا حطيت نص معلقة ملح ليمون، وهنا كده حطيت نص معلقة كربوناتو، وتقلب كل شوية. وهنا بقى خلاص عملناه وحطينا صابون سائل. ما تكونش اللقطة دي. حطيت صابون سائل، لو في خل كمان ممكن تحطي شوية خل. هنا بقى هنبتدي شوفوا المنظر كان عامل ازاي. شوفوا بقى هنضفه وهيبقى بيضوي ازاي بعد كده. بس ما لقيتوش بينضف قوي، فياريت تزودوا الصابون السائل شوية او المسحوق اللي هتحطوه. شايفين؟ نبتدي بقى ندعك بقى. ايوه، نجيب الجوانب كده. شايفين؟ نلبس شنطة بقى في ايدينا عشان لو في اي حد شايل فيروس ولا شايل حاجة وهو جاي، احنا برضو نحافظ على نفسنا واحنا بننضف. في ناس بتستعمل جوانتيات، فبقول لكم اقل حاجة يعني شنطة، كيس، حاجة كده بس تحمي ايدينا واحنا بنعمل عملية التنظيف، عشان نحمي نفسنا ونحمي برضو اللي معانا في البيت. اهو شايفين بقى. نبتدي بقى نمسح بقى كده ونشيل بقى اي حاجة. شايفين المية بقى كده وبهدوء عشان منبلش نفسنا. جو ساقع بقى، انتوا شايفين الجو عامل ازاي. بس احنا لازم ننضف ونعطر بقى بقى المكان وكده. شايفين بقى النظافة بقى والجمال. مقولكوش بقى على الريحة بقى. يوسفي بقى ايه طبيعي. لو الموضوع عجبكم ياريت تدوسولي لايك. مع 1000 مليون سلامة.